هلو يا حلوين. فيديو النهاردة فيديو جديد ومعانا كمان عطر جديد. عطرنا النهاردة هو عطر لمسة حرير من عربيات باي ماي برفيومز. عطر من العطور الإماراتية أو الميدل ايسترن فراجرانسز. عطر من العطور اللي سعرها افوردبل. عطر المفروض انه بيحاكي عطر ديزاينر. هنشوف النهاردة هل هو فعلا بيحاكي العطر الديزاينر ده أو بيشبهه بدرجة كبيرة ولا لأ. وهنتكلم عن كل التفاصيل وعن انطباعاتي عن العطر ده أول ما جربته، وبعدين حسيت ناحيته ايه اكتر. ولكن قبل ما نسترسل في الكلام عن عطرنا النهارده، عايزه اعرفك بيا انا دينا، دي قناه دو برفيوم. لو اول مره بتشوفيني طبعا تقدري تشتركي في القناه وتضغطي على زرار الاشعارات عشان يجيلك اشعارات بكل فيديوز جديده. اما اذا كنتي من متابعاتنا العزيزات فويلكم باك تو ماي شانل. عطرنا النهارده عطر لمسه حرير. العطر ده للامانه خليني اقول لكم ان ممكن تلاقوا رايين. في بعض الناس ممكن تحس ان ريحته بالنسبه لها صداع جدا جدا، وفي ناس ممكن جدا تميل للعطر ده ويعجبها. انا الحقيقه كنت الاتنين. اول ما استخدمته حسيت ان انا اكيد مش هستخدمه تاني، ولكن مع مرور الوقت حسيت ان انا مايله ليه اكتر. قلت طيب انا هجربه عشان اقدر اتكلم عنه وابقى ذاكرته كويس. ولكن مع مرور الوقت لقيت ان انا فعلا عايزه استخدمه استخدام شخصي. العطر ده عموما قبل ما نسترسل في الكلام عنه هو عطر سويت جدا جدا جدا، بقاعدة خشبية سوفت ولكن واضحة. عايزة اقول لكم ان مكونات العطر ده في البداية هتلاقي العنب والبلاك كارنت او الكشمش الاسود، فهي افتتاحية فروتي جدا. قلب العطر هتشمي منه مسك الروم والياسمين والهيليوتروب. الازهار في قلب العطر هتشميها ريحتها كلين، ريحتها كريمي، ريحتها فيمينين جدا جدا، انثويه قوي، وفيها نعومه واحساس باودري جميل. اما قاعده العطر ده فهو من الباتشولي والمسك وخشب الارز. احنا العطر ده هنشم منه ايه؟ خليني اقول لكم الاول بس ان العطر ده في شبه كبير فعلا ما بينه وما بين عطر السي من جورجيو ارماني الاصدار الاول. فاذا كنتي من الناس اللي ما حبتش عطر السي وما ارتحتش معاه، فانتي العطر ده غالبا مش هتحبيه. اما اذا كنتي حبيتي عطر السي فالعطر ده هيبقى بالنسبه لك بديل رائع عشان تقدري مثلا توفري في استخدامك لعطر سي شويه، تقدري تستخدميه بشكل يومي. فضلا عن ان اداؤه بصراحه اداء عطرنا النهارده اداء عالي جدا، وريحه قريبه من عطر السي جدا، تقريبا تصل ل 85% تقريبا. مع الفرق طبعا عطرنا اللي معانا النهارده ما فيهوش الفانيلا اللي موجوده في سي، ولكن هو فيه السويتنس، في الكريمنس، مع اختلاف المكونات، ولكن هو الدي ان ايه واحد. يعني هما تقدري تقولي ان العطرين من عيله واحده. العطر ده عايزه اوصف لكم بدايته هتشمي منها ريحه عنب قويه جدا، ريحه يعني دافيه شويه، ريحه البلاك كارنت واضحه، وطبعا ده اصلا سمه اساسيه الكشمش الاسود ده في دي ان اي سي. فالعطر فعلا تقدري تقولي ان هو ممكن جدا يبقى بديل عن عطر السي. العطر ريحته فروتي تشبه ريحه البابل جام، وطبعا مسك الروم بيدينا ريحه البابل جام دي جدا تشبه ريحه اللبان اللي بالفواكه وتحديدا العنب. انا في وصف سمعته وحسيته قريب جدا جدا من ريحه العطر ده. فعلا هما بيقولوا انه بيشبه ريحه الكولا. فين ريحه الكولا اللي بتكون ساور وفي نفس الوقت بتكون فريش وبتديكي احساس الصودا؟ بتحسي الفايبس دي فعلا في بداية العطر ده. بعد شوية تبتدي تدخلي لقلب العطر اللي فيه ريحة الياسمين، بيجي بطريقة كلين شوية، يعني بيخلي العطر شوية يروح للاتجاه الصوبي أو الصابوني الأبيض. تحسي برغم السويتنس دي كلها وريحة الجيلي كولا اللي بتحسيها، ريحة العنب، بتحسي ان انتي شامة ريحة سوبي تشبه ريحة قطعة الصابون الأبيض، ولكنها بنفس الإحساس الميتاليك النظيف ده، ولكنها سويت. فهو ريحته بتبقى باودري، ريحته السوبي في القلب، كل ده مع ريحة الفروت. فهو عطر فروتي زهري جدا، في ريحة باودري، في ريحة التيوبروز والياسمين هما اللي بيدونا الريحة السوبي الكريمي دي. هنا الحقيقة أنا حبيت قوي قوي صياغة مسك الروم، حسيته أو التيوبروز حسيت إن ريحته كريمي صودا فعلا شوية، ولكن فيها كريمنس كده ناعمة راقية. بحس انا عموما اتجاه الازهار البيضاء بحب شديد بصراحه. في بعض الناس ممكن تكون ما بتفضلهاش، فاذا كنتي من الناس اللي ما بتفضليهاش خدي بالك ان العطر ده واضح فيه قوي ريحه الزهور البيضاء. اذا كنتي من الناس اللي ما بتحبش عطر اللينتر دي مثلا من جيفانشي فممكن ما تميليش للعطر ده. صحيح عطر اللينتر دي فيه الريحه الفروتي ومسك الروم والياسمين،
ولكن الفروتينس اللي هنا او الاحساس الفروتي اللي موجود هنا مختلف. احساس فعلا بيشبه ريحة الكولا، بيشبه الريحة الفريش الصودا المنعشة، مختلف خالص عن ليمتر دي الحقيقة. ده جيرلي اكتر، التاني بتحسي ان هو لامرأة ناضجة اكتر. عطر ستيل عطر ناضج، تقدري تستخدميه في كل الاعمار. انا بشوف انه ممكن تستخدميه بداية من عمر ال20 لحد زي ما انت عايزة تستخدميه. العطر ده لما ريحة السويتنس بتقل شوية وتبتدي تشمي ريحة القاعدة، فالقاعدة بتكون من الباتشولي والمسك وخشب الأرز. بتشميها بقى ازاي؟ الباتشولي هنا ريحته مع خشب الأرز واخدة الجانب الخشبي ولكن سوفت وود، بتحسي ان الخشب سوفت مش خشب قوي. خشب ريحته ديفنتلي واضحة ولكن مش مزعج، مش حاد، مش بيضايق، نوع من انواع الخشب السوفت مع ريحة منتي شوية. تحسي انها فيها لمسات من النعناع المسكر خفيف جدا، بيدي بس فريشنس مع لمسة ترابية خفيفة جدا. يعني هو الباتشولي هنا ليه عدة أوجه، ممكن حسب الجو تشميها. خشب الأرز بيدعم قوي الجانب الخشبي، ولكن هتفضلي شم ريحة كده فريش صور، هتبقي مش عارفة هي جاية من الباتشولي المنتي ولا جاية من ريحة المكونات اللي فيها زهور بيضة في الأول مع البلاك كارنت. عموما العطر فيه بعض الحدة عشان برضو تبقي عارفة وانتي بتختاريه، ولكن السويتنس الأوفر اللي هي سويت زيادة دي بتخلي العطر مقبول، بتخلي الحدة بتاعته أو حدة الزهور البيضة تكون تون داون شوية. فالعطر إجمالا عطر زهور بيضة، عطر ريحته فروتي تشبه الكانديز شوية، كل ده في ميكس واحد في قاعدة خشبية وفيها كمان باتشولي. أنا بحس أن العطر ده عطر ناضج ولكن بيناسب كل الأعمار، شايفاه يناسب كل الفصول، ولكن يفضل تستخدميه الفترة المسائية يفضل، ولكن تقدري تستخدميه بالنهار عادي جدا. عطر كده بتشمي منه ريحة سويت اند ساور تشبه الابلز، تشبه اللبان، مع قاعدة خشبية هايلة. عجبني جدا مؤخرا، في البداية الحقيقة مش قوي، جاب لي بعض الصداع شوية لأن هو طبعا عطر من عطور الورود البيضاء، وإذا كنتي ما بتحبيش الورود البيضاء فخدي بالك من العطر ده، جربيه الأول أفضل. بس كده ده كان رأيي عن عطرنا النهاردة، عطر لمسة حرير. طبعا ده الرأي المبدئي، أكيد هنتكلم عنه تاني في ريفيوز تانية مع عطور تانية، وكل ما هيتغير رأيي أو هيتجدد عندي انطباع أكيد هقول لكم عنه. بس كده أتمنى يكون الريفيو عجبكم. قولوا لي تحت رأيكم في العطر ده، اللي جربه يوصف لي هو شم منه إيه. طبعا هو عطر ديفنتلي لمحبين عطر السي بكل إصداراته، هيحبوا العطر ده، حتى اللي فيكم كانت حبت عطر السي فيوري هتحب الإصدار ده بنسبة كبيرة. بس كده اشوفكم ان شاء الله يا حلوين. الريفيو اللي جاي كان معاكم دينا، ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو لو عجبكم، تكتبوا لي تحت في الكومنتات وصفكم للعطر ده وحسيتوا منه ايه.